ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. معاكم سوزان مرتضى وفيديو جديد وفي وصفة جديدة. هنعمل مع بعض البسبوسة بالقشطة بطريقة روعة جدا جدا، ولا اجدعها محل حلواني هيعملها لك بالطريقة اللي احنا هنعملها مع بعض دي، وهتكون بطريقة سهلة جدا وبمذاق بجد رائع جدا. بس يلا قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى إن كنتي أول مرة تزوريني في قناتي تشتركي في قناتي علشان يوصلك كل جديد مني، وما تنسوش اللايك اللي بيشجعني ويحفزني كتير إن أنا أعمل فيديوهات كتيرة ليكم. يلا بقى نبدأ مع بعض الوصفة ونقول بسم الله. دلوقتي في بولة هيكون معانا كوباية ونص من السميد اللي أنا استخدمته هنا السميد الخمس نجوم. هو السميد ده يعتبر الناعم. دلوقتي هننزل عليه بنص كوباية ناعمة من السكر. عايزة اقول ان السميد ممكن تستعمليه برضو خشن عادي خالص، بس انا فضلت اجيب الناعم او الخمس نجوم بالاخص. وحنزلت كمان بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. ودلوقتي السمنة هتكون عبارة عن كوباية الا ربع من السمنة البلدي او السمنة العادية او الزيت على سمنة، بس طبعا مش الزيت لوحده، لا زيت على سمنة. وتبسيها قوي كده في البسبوسة، حاجة بسيطة خالص مجرد ما تتلم معاكي بالسمنة. وبعدين هننزل دلوقتي كمان ببيضتين. حطيت دلوقتي بضاية وبعدين نزلت بالتانية، وهننزل كمان بفانيليا بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وبعدين هنلفها قوي كده، برضو حاجة بسيطة مجرد ما البيض يتلف فيها. ما تضغطيش قوي في عجين البسبوسة علشان ما تنشفش بعد كده. وبعدين دلوقتي نزلت بالقشطة برضو عبارة عن كوباية إلا ربع، وهكون البسبوسة بتاعتنا بالقوام ده. والقشطة برضو مجرد ما لفتها بس كده في البسبوسة. ونزلت كمان بربع كوباية من بشر جوز الهند الناعم. ممكن تنزلي بنص كوباية وممكن تستغني عنه، بس برضو بيدي مذاق حلو قوي في البسبوسة اللي احنا عملناها دي. برضو مجرد ما جوز الهند خلاص يتلف في البسبوسة بس كده، ما تضغطيش برضو في اللفة عليها وتدعكيها قوي، لان كده غلط قوي. دلوقتي بقى في البولة هنبدأ نحط نص الكمية بتاعة البسبوسة اللي احنا عملناها، ونفردها كده كويس قوي. عايزة اقول ان انا في ارضية الصينية دهنت من السمنة، وخلاص كده حطيت نص الكمية اللي معايا وفردتها كويس قوي في الصينية. دلوقتي بقى هدخلها في الفرن، وهدخلها يعني في الفرن مش في الأرضية، لا في الرف الوسطاني. وهتبقى درجة الحرارة يعني بين الوسط وبين الهادية خالص. دلوقتي بقى هنبدأ دلوقتي نعمل الكريمة بتاعتنا عبارة عن كيلو من اللبن بخيره بقشطته زي ما انتوا شفتوا. ونزلت فيه بأربع معالق كبار من السكر. ونزلت كمان بنص كوباية من النشا. لو انتي حابة ان انتي تخلي الكريمة بتاعتك ماسكة عن كده، عن اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده، هتزودي النشا تخليها كوباية الا ربع. لكن انا حبيت ان انا اخلي الكريمه بتاعتي مش متماسكه قوي، يعني تكون سايبه شويه، حاجه بسيطه. دلوقتي هنزل بقى بالبطل بتاعنا اللي هيكون بدل القشطه، لان الكل طبعا متعود ان هو يعمل الكريمه بالقشطه. دلوقتي انا مش هحط قشطه، انا هحط جبنه كريميه غير مملحه. جبنه كريميه غير مملحه جميله جدا جدا في الكريمه اللي هنحطها في قلب البسبوسه. خلاص كده الطبقة الأولى اللي احنا فردناها من البسبوسة طلعت من الفرن، هتبقى بالشكل ده. مش هتسويها قوي، يعني مجرد بس ما تلاقي الجناب اصفرت، علشان لسه هندخلها الفرن تاني. بس طبعا يعني مش هتطلعيها برضو بيضة من الأرضية، لا هتصفريها وكأنها استوت، بس برضو مش هتصفريها قوي. دلوقتي أنا حطيت الكمية بتاعتي من الكريمة أو القشطة، بس أنا سِبت حاجة بسيطة، صراحة ما حطيتهاش كلّها، لإن يعني كنت حسّيت إن هي ممكن تجزّع نِفسنا لو أنا حطيتها كلّها. سِبت حاجة بسيطة بس منها. دلوقتي بقى المقدار التاني بتاع البسبوسة، يعني على ما اتركن علشان الصينية دخّلتها بالطبقة الأولى في الفرن، كان القوام بتاع البسبوسة تقِل شوية، فاضطريت إن أنا أحط عليه حبّة بس من اللبن عشان أسيّبه ويبقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. في كيس حلواني بقى أنا حطيت بقية البسبوسة، وبعدين دلوقتي بافردها على وش الكريمة علشان هادخّلها تحت الشواية.
هدخلها تحت الشواية على درجة حرارة يعني برضو وسط، وهتحطيها في الأرضية، بلاش تحطيها في الرف الوسطاني علشان وش البسبوسة ما يتحرقش. بس كده، وأول ما تلاقي وشها اصفر كده خلاص استوت وطلعيها. وان حسيتي ان الأرضية بتاعتها يعني برضو مش مدية اللون اللي انت عايزاه، ولعي عليها من تحت برضو شوية. اهي برضو يعني منها برضو ان هي الطبقة اللي فوق تتماسك اكتر كمان، بس هي الشواية كافية للطبقة اللي فوق خالص، يعني مش ضروري ان انت تولعي تحت تاني. المهلبية بالجبنة الكريمية اللي احنا عملناها ليها، طبعا انا بعد ما حطيت اللبن والسكر والنشا حطيتها طبعا على النار ولحد بقى ما تماسكت زي ما انتوا شفتوها كده في الاول، وبعدين طفيت بقى النار وحطيت بقى الجبنة بعديها. دلوقتي بقى خلاص، الصينية بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن هحط السيرب ده كان عبارة عن كوباية من السكر الحبيبات الأبيض، عليه نص كوباية من المية. ممكن عادي تستعملي السكر اللي هو الأصفر الغامق، بس بلاش الغامق قوي. بس طبعا هتقلبي السكر وتدوبيه قوي في المية لحد ما تلاقي بقى المية غليت، وبعدين هتروحي مهدية النار، وبعدين هتعصري ربع عصرة كده من الليمونة، وبعدين هتحطي كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا ستايلة. هتهدي النار هتلاقي السيرب تقل شوية، يبقى كده خلاص. عامة السيرب ده انا عملته معاكم قبل كده في فيديو لوحده، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت. دلوقتي بقى بعد ما خلاص حطيت السيرب، انا سبت بس البسبوسة تهدى شوية بالصينية، وبعدين دخلتها التلاجة من 3 ل 4 ساعات. هتسيبي البسبوسة في التلاجة أطول وقت ممكن، هتديكي طبعا مذاق أروع بكتير مما تاكليها طبعا وهي سخنة. سواء البسبوسة سواء أي حلويات لازم طبعا تحطيها في التلاجة، يعني بتهدى بتبقى طعمها أحلى بكتير مما تاكليها طبعا وهي سخنة، أي حلويات عامة. خلاص طبعا البسبوسة تماسكت كويس وفي نفس الوقت طرية وفي نفس الوقت متماسكة. حطيت بقى كده على الجوانب بتاعتها، حطيت من بشر جوز الهند، بما ان فيها بشر جوز الهند. انا كنت عملت معاكم في فيديو لوحده بسبوسة محلات الحلويات بطريقة روعة جدا، لان كنت جايباها من محل حلويات فعلا كبير. اتمنى ان انتوا ترجعوا لها. عامة هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها، بجد هتعجبكم جدا. وكل سنة وانتم